اليوم باش نحكيو على آخر مستجدات وضعية المستشار الأمريكي للنادي الإفريقي فيرجي تشامبرز، خاصة بعد التطورات الأخيرة اللي خلت اسمه يعود بقوة إلى الواجهة. فيرجي تشامبرز دخل إلى محيط النادي الإفريقي سنة 2024، وارتبط اسمه بدعم مالي مهم للفريق في فترة كان فيها النادي يعيش أزمة مالية صعبة. دعمه جعل جماهير الأحمر والأبيض تنظر إليه كشخص ساهم في مساعدة النادي على تجاوز جزء من مشاكله، وخاصة الديون وخلاص مستحقات اللاعبين. لكن علاقة تشامبرز بالنادي عرفت بعد ذلك عدة تطورات، فقد ابتعد تدريجيا عن المسؤوليات المباشرة داخل الإفريقي وغادر تونس، إلا أن ذلك لم يمنع اسمه من البقاء حاضرا في أخبار النادي. والأهم أن تشامبرز نفسه أكد خلال سنة 2026 أنه ما زال مرتبطا عاطفيا بالنادي، وأنه يتابع أخباره ويدعم جماهيره ولاعبيه رغم غيابه عن حضور المباريات. لكن المفاجأة الكبرى جاءت خلال شهر بويليا 2026، عندما تم إيقاف فيرجي تشامبرز في إسبانيا بعد إصدار مذكرة توقيف دولية بطلب من الولايات المتحدة. وتشامبرز يواجه اتهامات أمريكية تتعلق من بين أمور أخرى بغسل الأموال والتآمر، بينما يؤكد هو وفريق دفاعه أن القضية ذات خلفية سياسية وينفون الاتهامات الموجهة إليه. ومهم جدا التأكيد أن هذه اتهامات وليست حكما قضائيا نهائيا بالإدانة. القضية أصبحت مرتبطة بالنادي الإفريقي بشكل مباشر، لأن السلطات الأمريكية تنظر أيضا في تحويل مالي بقيمة تقارب 7.5 ملايين دولار إلى تونس. وحسب تصريحات زوجة تشامبرز التي نقلتها صحيفة البايس، فإن هذه الأموال كانت موجهة لدعم النادي الإفريقي والمساهمة في خلاص الديون وأجور اللاعبين. في المقابل السلطات الأمريكية تعتبر التحويلات محل شبهة، وبالتالي فإن الملف ما زال أمام القضاء ولم يتم حسمه نهائياً. أما حالياً فإن تشامبرز موجود في إسبانيا، والإجراءات المتعلقة بطلب تسليمه إلى الولايات المتحدة متواصلة، كما تولى المحامي الإسباني بالتسار غارثون الدفاع عنه في قضية التسليم في انتظار استكمال الإجراءات القانونية. وبالنسبة للنادي الإفريقي فإن السؤال الأهم هو: ماذا يعني هذا الوضع بالنسبة لمستقبل العلاقة مع تشامبرز؟ وهل يمكن أن يعود مستقبلا لدعم الفريق؟ أم أن النادي أصبح مطالبا بفتح صفحة جديدة والاعتماد على موارده ومستثمرين ومستشارين آخرين؟ المؤكد أن تشامبرز ترك بصمة واضحة في فترة مهمة من تاريخ النادي، لكن الإفريقي اليوم مطالب ببناء منظومة مالية مستقرة ومستقلة حتى لا يبقى مستقبل الفريق مرتبطا بشخص واحد. وفي النهاية جماهير الأحمر والأبيض تنتظر معرفة الحقيقة الكاملة حول هذا الملف، خاصة أن القضية ما زالت مفتوحة وقد تحمل تطورات جديدة خلال الأيام والأسابيع القادمة.